السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم السولو في حلقه جديده من حلقات يلا نسوق. حلقه النهارده معايا اخويا عمور الراجل ده يا جدعان من بحري ابن جهتنا، واحنا جبنا له موتوسيكل الكي تي ار 300. طبعا انت بعدين انت طولك كام؟ انا طولي 180 اركب كده على الموتوسيكل. بصوا ادي الموتوسيكل. بص الراجل هو طوله 180، بالنسبه له الموتوسيكل يا دوب واصل الارض. انزل كده على الموتوسيكل، امسك كده الكاميرا، هاتني انا على الموتوسيكل. انا يا جدعان 100 حاجه و60. بص انا عشان اركب الموتوسيكل هي مش واصله للارض، فاهم؟ اخوك السوق كده كده يسوق اي حاجه، بس احنا بنتكلم لو حد لسه مبتدئ وعايز يركب موتوسيكل شبه دوت، بالنسبه له الطول ممكن يفرق شويه. في حاجه كمان انا شفتها في الموتوسيكل لما جربته، الموتوسيكل ده يا جدعان كربيراتير. انا شايف بصراحه دي من العيوب الوحشه جدا اللي اتعملت في الموتوسيكل دوت. الموتوسيكل على المميزات اللي فيه يعني تبريد ميه، مساعدين قدام مقلوبه، فرامل سي بي اس، مروحه تبريد، حاجات كتير حلوه قوي. فانت عملت لي كل دوت، طب ما عملتليش ليه موتوسيكل انجكشن؟ كنت خليت بقى يعني في توفير في البنزين، انما كده الموتوسيكل على الاداء دوت وعلى 300 سي سي هيحرق معايا بنزين قوي. حلو. المشكله الاكبر بقى غير ان هو يحرق معايا بنزين، ان هو التانك بتاعه 10 لتر او 12 لتر، فانت عامل لي تانك بيحرق بنزين وحجمه صغير في نفس الوقت. طب ازاي؟ فاهم يعني؟ اي نعم الموتور 300 سي سي والمساعدين مقلوبه واي بي وسي بي اس وتبريد ميه، رادياتير اهوت بتاع تبريد ميه، ومروحه بص الناحيه الثانيه، يا سلام، مروحه برده تبريد وشغل عالي فشخ. طب وبعدين؟ طب ما التانك دوت صغير، تانك صغير ونظام حقن كربيراتير، هيحرق معايا بنزين كتير. فاهم ازاي؟ غير كده هي بصراحه انا شايفها ميزه وعيب، اللي هي حوار ان المكنه نازله بعلبه شكمان تعديل. يعني بصوا كده، سماعه بصوت الموتوسيكل، بسم الله. طبعا علبه شبه ديت بالنسبه للشباب انتوا كلكم مبسوطين فشخ دلوقتي، لو انا معايا علبه تعديل مش هضطر اعدل، خصوصا ان تعالى كده بص يا عمور، ان اصلا العلبه فكها وتركيبها سهل، ان هي على سوست، مش هتضطر بقى تقطع وتلحم شبه الفي ال ار. يعني حتى بعد اذنك كده، حتى الديره اللي تحت بتاعت الديره اللي ورا بتاعت المكنه بتتفك بمسامير، مش شبه الفي ال ار. يعني الناس بتوع الفي ال ار اللي بيحبوا التعديلات عارفين انا بتكلم على ايه، ان انت عشان تعمل تعديل لازم تقصقص وتلزق وشغل ايه بتاع ابتدائي دوت. انما انت هنا كل حاجه سهله، بس المشكله ان العلبه اللي هو مركبها علبه تعديل، لما تيجي ترخص بتزودك في المرور، لما يجي ظابط بيوقفك بيزودك برده، لان انت مش عارف العلبه صوتها عالي جدا، انت فاهم؟ ومع الوقت برده فيها ضرر على الموتور. فاهم ازاي؟ فدي بالنسبه للشباب ممكن تبقى ميزه، ممكن تبقى عيب. غير كده الموتوسيكل بصراحه صاحبه جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. الفرده اللي ورا فرده عريضه تقريبا مقاس كام؟ مقاس 150. يعني بص انا اصلا بستكشف لسه الموتوسيكل معاكم، فاهم؟ مقاس 150 فرده عريضه بتاعت رود عادي. الكرسي اللي ورا بقى ده، تعالى كده في حاجه برده عايز اتكلم فيها. الكرسي ده يا جدعان مفيش هنا حاجه امسك فيها زي الفي ال ار مثلا، مفيش قرون امسك فيها المكنه، عشان مثلا لو انا عايز احرك المكنه كده مفيش، فبضطر امسك في حته في الفبر. فانا خايف مع تحريك قدام ورا الحته ديت ان المكنه ممكن تتكسر في الفبر دوت، انت فاهم؟ غير كده اللي بيركب ورا، يعني لو حد ركب ورا كده اهوت المكنه هيبقى قاعد مش عارف يحط ايده فين، انت قاعد مزنوق زنقه سودا مش عارف تمسك فين. وغير كده الفبر ضعيف، فمع الوقت دوت هيبدا يتلخلع مني، الودن اللي جوه هتبدا تتكسر مني، انت فاهم؟ اما الموتوسيكل كشكله خارجي بصراحه بسم الله ما شاء الله. الموتوسيكل ده يا جدعان لو اتعدل صح، لو اتعمل له شغل مستريكات صح، هيبقى بالظبط شبه الكي تي ام اللي هي الدوك. يعني حتى اخويا عبد يوسي لو بيشوف الفيديو دوت، هو اكتر حد يفيدكم في الحته ديت على الشكل بتاع المكنه ديت. اعتقد هو اقرب حاجه للكي تي ام، لان هو مش محصل قوي الزد الفا. يعني هي حتى اسمها كي تي ار بدل الكي تي ام. فالفانوس اللي قدام بالسحبه بتاعته بالوينجات اللي بتنور هنا ديت، انت فاهم؟ بالانجن جارد. بس الانجن جارد ده بصراحه برضه عشان نتكلم عنه، احنا كنا بنصور الفيديو النهارده وبنعلم عمر السواقه، وكنا بيتعود على ملفاته كده اهوت، فالانجن جارد خد بيه خبطه. يعني يا ريته خد خبطه مثلا في ايه، في حاجز اسمنت ولا في اسفلت ولا في حاجه، ده خد خبطه في فبر بتاع عربيه، الانجن جارد اتكسر.
والانجن جارد دوت المفروض ان هو بتاع ابراهيم جاكمان. انا مش عارف بقى هو بتاع ابراهيم جاكمان الاصلي انت فاهم ولا لا، لان الطباعه هنا هو شكلها مختلف. انا ما اعرفش بصراحه بتاع ابراهيم جاكمان برده عامل ازاي، بس هو مكتوب عليه ابراهيم جاكمان. فالانجن جارد اول ما خد خبطه الودنه الكوبايه دي اتكسرت والكوبايه دي اتعوجت انت فاهم. ده من اول خبطه ايه في الفبر يعني انت فاهم. يعني فبر الاكسدام العربيه اللانوس كان اقوى من الانجن جارد دوت. فبصراحه ما برشحش الانجن جارد دوت لو انت هتركبه على مكنه، خصوصا لو مكنه قويه شبه ديت، لان اللعبه هنا على كبير شويه انت فاهم. في حاجه كمان يا جدعان افتكرتها عايز اتكلم فيها بمناسبه ان المكنه ديت سي بي اس. فزي ما انتم عارفين نظام السي بي اس يمسك قدام وورا مع بعض. يعني انا لما اجي امسك فرامل تحت كده اهوت هتمسك الفردتين مع بعض، فدي حاجه حلوه وهتديك اداء فرملي جميل جدا. بس لو انت راجل بيشوف الفيديو دوت عايز بقى انبهك لحاجه، ان بص التانك هنا عامل ازاي. بص عشان تفهم، انا دلوقتي قاعد اهو، انا ببقى قاعد كده اهوت حاضن التانك تمام وماشي في طريق، بيركب ورايا عمور مثلا وباجي انا بمسك فرامل السي بي اس جميله، فالفرامل ديت بتمسك جامد، فتخيل انا اروح عامل كده لقدام وعمور زانق فيا يعني لازقني في التانك، ووضع بصراحه مش شعاري. يعني انت اعتقد كل مره هتركب المكنه ديت هيأثر على الخصوبه بتاعتك في الانجاب انت فاهم بسبب زنقه التانك ديت. فاعتقد دي حلها بقى ان انت ممكن تجيب باده هنا اهوت او حاجه تحطها عشان خاطر تعمل ايه عازل بينك وبين مستقبلك يعني. بس غير كده الفرامل بتاعتها بصراحه بسم الله ما شاء الله، يعني فرامل هي احسن فرامل شايفها تليق على المكنه ديت. هي كانت تفضل يعني تبقى اي بي اس، بس انا عارف ان هي لو كانت اي بي اس كانت المكنه ساعتها هتتكلف معاك سعر اكتر من هتعدي ال 100,000 يعني. والمكنه حاليا على الامكانيات اللي فيها ديت لسه ما عدتش ال 100,000، هي بتتكلم ب 97,000. بس المشكله المعتاده ان المكنه بتاخد فتره في السوق وبعد كده ما بنلاقيهاش تاني، بتختفي بالظبط. فدي حاجه برده هتاثر على قطع الغيار، ان انت لو بتدور لها على قطع غيار فهتلاقيها ايه شحه شويه. طبعا انا كلامي موجه لاي حد، انا بتكلم في الجون. المكنه فيها عيوب اقول لك فيها عيوب 1 2 3، فيها مميزات اقول لك فيها مميزات 1 2 3. انت عايزني اطبل؟ انا مش بعرف اطبل تمام. مميزات المكنه بقى عشان احنا كل ده عمالين نتكلم في عيوبه فشخ فشخ فشخ. الموتور بتاعها بصراحه رغم ان هو 300 سي سي والنظام الحقني فيه كربيراتير، بس سحبته احسن بكتير من الفيجوري 300 واحسن من المكن الاف 250. والمكن دوت رغم ان انا كنت بحبه يعني، المكنه دي بصراحه في سحبتها جميله جدا. طبعا مش هتوصل للمكن الزونتس او المكن اللي هو الانجكشن لان السحب بتاعه مختلف وتوفير البنزين بتاعه كمان مختلف. اللي عايز يركب مكنه 300 سي سي